عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المكونات الغذائية، وفي هذه الحلقة نتكلم عن التوابل. طبعا نحن الآن في مجموعة التوابل والإبزار. طبعا هذا البيبر هو تقريبا هو اللي معروف لائحة التوابل. لما تقول توابل فلا يمكن أن لا يخطر ببال شخص هذا الإبزار. هذا هناك نوع الإبزار الأسود والإبزار الأبيض، ويعني في هذه الدول المنتجة يستهلكون الإبزار طري، يعني حبوب طرية كخضرة، يعني يعملونها مثلا مع اللحوم ويستهلكونها يعني طرية. فنحن لا نعرف إلا هذه الحبوب اليابسة على شكل توابل، يعني مطحونة أو مسحوقة، يعني هذه التي نعملها يعني في الطبيخ. هي مذاق مر طبعا، الناس يعلمون هذا المذاق الساخن للإبزار، وهو عليه كيف ما كان الحال يحدث بعد شيئا ما بعد يعني الإحساس بهذه في الفم، ولكنه على مستوى المعدة والأمعاء والعكس، ولا يضر، لأنه يعني ربما شيء يفاجئ الناس أن الإبزار يمنعونه على الأشخاص المصابين ببعض التقرحات في المعدة، ولكن هو الإبزار هو الذي يعني يضمد هذه الجروح أو هذه القروح على مستوى المعدة. الناس اللي عندهم طبعا قرحة المعدة واللي عندهم أشياء هكذا يعني يمنع عليهم طبعا هذا الإبزار. لكن مادة البيبرين، هذه مكون البيبرين، هو ليس البيبرين لوحده الموجود في الإبزار، وأشياء أخرى. يعني الأشياء اللي كتسخن واللي كتكون حارة، لا ننسى أن أقوى شيء فيها هم الفيتوستروجينات والفيتوستيرولات. هذه الأشياء لا نستهلكها من أجل البروتين ولا من أجل الأملاح المعدنية، نستهلكها ينكه بها الأغذية، نحتاجها بشيء بسيط وضئيل جدا. لا داعي باش الناس يعملوا ملعقة كبيرة من الإبزار في الطبيخ، ليس ضروري. يعني واحد قرصة من الإبزار كافية في الطبيخ. لماذا؟ لأن مادة البيبرين ليس لها دور في الجسم مهم لوحدها. يعني الناس الآن أصبحوا يقولون البيبرين، وإذا لم تستهلك الكركم مع الإبزار ليس هناك مفعول. ولكن يجب أن ندقق في الأشياء، هذه أشياء علمية، ولا يمكن لشخص ما أن يتطفل على هذه العلوم. هذه علوم عندها اختصاصيون ديالها اللي كيعرفوا يعني ما هي البيبرين وما هي الكيركمين وما هي الجالونجين وما هي الجانجيرون وما هو الاوجينول وما هو الكارفاكرول وما هو الحمض السيناميك وما هو الاشياء. يعني هذه الجزيئات يعني عندها اختصاصيين ديالها. ما يمكنش شخص يتكلم عن البيبرين هكذا، والا فهو يعني سيضحك عليه يعني اصحاب الاختصاص. البيبرين الموجوده في الابزار هي تدفع ليس الكيركمين فقط، انما تدفع جميع الفيتوستروجينات الاخرى. هي تحفز بوتنسيشن، هذه كنسميوها، يعني هي تزيد في مفعول كل المكونات الأخرى، بمعنى أن كل المكونات يجب أن يكون معها قليل من الإبزار، واحد أثر من الإبزار، لكي يدفع هذه الجزيئات كي يكون مفعولها أقوى. يعني كل الناس الآن يتكلمون على الكيركيومين الموجودة في الكركم، وأنها بدون بيبرين أنها لا تعمل. علي هي مش لا تعمل، هي تعمل، ولكن تعمل بنشاط أقل ب10%. وأن لا يتفضل الناس هكذا ويكترون على أن منتوجي الذي صنعته فيه كيركمين تعمل، وأن الكيركمين الموجودة في الكركم لا تعمل. هذا هراء، هذا ليس كلام اختصاصي. الكيركمين الموجودة في الكركم تعمل لوحده وفي الكركم ب99%. لما نعمل معها إبزار أو بيبرين تعمل 100%. ولا يعني على أن الكيركمين لا تعمل إلا لما يكون مع البيبرين. هذا كذب من الناحية العلمية، هذا كذب، ويجب أن يتجنب الناس هذه الأشياء، لأننا لا يمكن أن نترك هذه الأشياء مضللة هكذا. فهذه البيبرين لا تشجع أو لا تدفع الكيركمين فقط، إنما تدفع كل الجزيئات الأخرى. فإذا عملنا شيء من الإبزار مع القهوة جيد، مع البن شراب القهوة هذه جيد. والإبزار يعمل مع الطبيخ، يعني في الطبيخ. والإبزار يعمل مع يعني يشرب مع الكيركما، هذا الكركم يعني الكيركمين هذه، ومع القرفة شراب القرفة، ومع الأشياء الأخرى زنجبيل، ومع الزعتر، ومع الزعفران، ومع كل المشروبات. لما نضيف إليها شيء قليل من الإبزار فهذه البيبرين فهي يعني تحفز وتدفع وتنشط هذه الجزيئات الأخرى كي تعمل يعني 100%. هي لا تنشط الكيركمين فقط، هي تنشط كل الفيتوستروجينات الأخرى الموجودة يعني في هذه. ولذلك شوف يعني أنا أبائنا أو أجدادنا كانوا لا يعملون، لا يضيفون من التوابل 1 أو 2، كانوا يضيفون 5 و6. لما يجتمع هذا الكمون مع الكركم مع الزنجبيل مع الخولنجان مع الإبزار مع الفلفل كذلك الكبسين، يعني في نفس الطبيخ، فهذه الجزيئات تعمل مع بعضها. نعمل قليل من كل واحد ولكنها تعمل مع بعضها، ثم يكون مفعولها أقوى وأكثر.
هذه هي حقيقة الأمر. هذا كيف ندقق الأمر. هذا البيبرين كيركيمين هكذا يبدأوا يكذبون على الناس، فهذه هي يعني حقيقة العلمية، حقيقة المختبر، وليس يعني يعني حتى التحاليل الآن المخبرية لما نعمل تحليلها في الكروماتوغرافيا ونجد أن هناك 5 و6 وكاين يعني أعشاب فيها 30 مكون، لكن مكونات على شكل أثر ومكونات تعطينا يعني واحد العمود يعني قوي جدا. نعلم بأن يعني أن نسبة مكون قوية، فنقول أن المكون يعني المهم في المادة هو كذا. مثلا كارفاكرول، ما كنجي مثلا ناخذ زعتر التربينات هذوك الاوجينول مثلا، ملي كنمشيو للقرنفل مثلا الكارفاكرول، ملي كنمشيو مثلا الحبه السوداء النايجيلين، ملي كنمشيو للكركم الكركمين، ملي كنمشيو للزعفران الصفرول مع البيكروكسين الكروسين حتى هي موجوده في الزعفران، ملي كنمشيو هذا الخولينجال الجالانجين، ملي هذه كلها ليست هي الجزيئه الوحيده، لانها هي الجزيئه القويه، الجزيئه الاكثر نسبه، ولكن قد لا تكون هي القويه. لماذا؟ لأن ربما تكون جزيئة على شكل أثر، ولكن بدونها لا تعمل هذه الجزيئة التي نقول عنها بأنها هي المهمة. يجب أن نتناول لما تكون نبات أو عشبة أو حشيشة، يجب أن نتناولها كما هي كلها، وليس زيت العشبة، وليس يعني منقوع العشبة، وليس يعني نقي هذه يعني الماء، وليس مغلى هذه العشبة. يجب أن نتناولها كما هي كلها. يعني زعتر يجب أن نستهلك زعتر على شكل مسحوق أو على شكل سلطة إذا كان طري، هذا نستهلك كل الزعتر وليس الزيوت الطيارة أو الأشياء هذه نقيع الزعتر. فهذا الإبزار هو يعني من التوابل. الناس الآن بدأوا كيخافوا منه. علاش؟ لأن الإنسان الحديث بكثرة ما يستهلك من جذور حرة ومن مقليات وحلويات وأشياء هكذا خطيرة على المعدة، أصبح جهازه الهضمي هش، لا يقدر الإنسان الحديث على الإبزار. الإبزار إنسان البدائي، الإنسان القديم الذي كانت عنده معدة قوية وجهاز هضمي قوي يهضم كل شيء. أما الآن الناس لا يقدرون على الإبزار، لأن ربما يعملوا شيء من الإبزار في الطبيخ ويحسون بحروق على مستوى المعدة. عموما هو لا يضر، الإبزار لا يضر بالكمية التي نستعمله. يعني هذه كما قلت قرصة صغيرة من الإبزار في الطبيخ أو في مشروب ما، نعم. ولكن المغاربة، يعني ما أقول مغاربة يعني كل بلدان المغرب العربي كله، يعني من تونس والمغرب الجزائر، لا نعرف إضافة الإبزار إلى الشراب. بمعنى ليس هناك لا في الجزائر ولا في المغرب ولا في تونس ولا في يعني في موريتانيا ولا ليبيا، هذه الدول المعروفة يعني بنظامها تقريبا الموحد، ولا حتى في الدول العربية. الدول الآسيوية والهند يعني وهذا والصين والماليزيا وأندونيسيا وهذه الدول تضيف الإبزار لبعض المشروبات المعتادة اللي كتشربها. نحن لا نضيف الإبزار مثلا للقهوة أو للشاي أو لعصير أو لأشياء نشربها. يعني حتى مع هذا الأكل، يعني مشربة خضر أو طبيخ أو أشياء، هذا نعم نضيف الإبزار كتوابل، يعني ننكه به هذه المادة، ولكن الإبزار يجب أن يضاف كذلك مع بعض. من ما نشرب زنجبيل نضيف مع شيء من الإبزار. فلماذا؟ لكي هذيك البيبرين مكون الإبزار لكي يدفع الجزيئات الموجودة في الزنجبيل. الناس اللي عندهم ألم مفاصل واللي عندهم دورة دموية ثقيلة، والناس اللي عندهم بعض الآلام على مستوى يعني العضلات وما إلى ذلك، أو الكونيشن اللي عندهم عدم تنسيق على مستوى يعني الحركات، هذا فممكن أن يضيفوا شيء قليل من هذا الإبزار إلى هذه كثير من الأشياء العادية في الأكل. ليس خلطة، ليس وصفة، ليس للعلاج، ليس لاستعمال أي شيء، يدخل في النظام الغذائي كي يساعد هذا يعني الجسم على الراحة، والجسم طبعا لأن أشياء بسيطة مثل ألم مفاصل أو مثل أشياء مثل هذا القبيل. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سلام.